اهلا بكم مشاهدينا الكرام. بعد نهايه مباراه منتخبنا العراقي مع البرازيل نلتقي مع اللاعب اللي انسحل سحله زينه، نيمار. طبعا مثل ما تشوفون الجمهور واللاعبين كلها راحت لها، ما حد بقى، بس نيمار باقي لان حسباله على امهاوي كاظ الباب. يلا يلا ما يخالف لا تبكي، يلا بس يلا ادري تلاعب لو جناز. يلا المن تبكي على اليمن، هسه هذا ما جاي يفتهم. شلون احكي وياك انجليزي؟ شو يا بالبرازيلي؟ يا معود كانت عنده سياره برازيلي ما اعرف اسوق، انه بحكي برازيلي. يلا بسرعة خلصني، أريد أروح أبكي. يا ملعون يعرف يحكي عربي، يا علمك على امهاوي. نو اسمع شو نو. يا على كيفك يا معود، كان مو سحلوك اسود الرافدين وجاي يصيح علي انا ايش علي؟ كابتن نيمار، بماذا تشعر الان بعد نهايه المباراه بين العراق والبرازيل؟ حاليا أشعر بالصدمة. يا بي اشعر بالصدمه، خل تجي الاء. نو لا مو علاء امهاوي، الاء ست الاء من برنامج الصدمه، لا تخاف لا تخاف. آسف عبالي على أمهاوي. خطيه صايره بخوفه من علاء، وشوف تروح لامك خلي يجيب لك نوم بصره والطحنه لك ولهم تروح منك الخوف. أوكي. كابتن نيمار، كيف شاهدت لاعبي المنتخب العراقي؟ أنا توبة ما شاهدت، إنه بشاهد لاعبين. زين صدق من هنا الولد سحلوك ضرغام وسعد وعلى امهاوي وعلى عدنان من سحلوك ساحل هنا لعبوا بيك طوبه، صدق رحت المدرب وقلت له اقدر اروح الزم جولتشي؟ أنا قلت له تلعني خل أروح أجيب لفات للاعبين، وقلت منك أفلت أروح للبيت. انا اشكر صراحتك كابتن نيمار. بس قبل لا ننهي اللقاء ممكن يعني بس ناخذ صوره تذكار؟ أوكي. يعني هاي سيلفي حتى نشوف اضحك عليك. أوكي. الله يخليك. هذا شنو نكالك؟ هذا هواوي. نو لا مو على امهاوي، هواوي. نو ولك هواوي. نيمار ولك نيمار.